اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الموضوع ديال اليوم الغسالات هو على اشنا هو التوفير. خصنا بعدا نفهموا اشنا هو التوفير وكيفاش توفري بلا ما تحرمي راسك. علاش قلت لك خصنا نفهموا اشنا هو التوفير؟ لان واحد الاخت تواصلت معايا في الانستغرام قالت لي بلي دايره واحد الهدف في دماغها، يعني حاطه انها باغا توصل ليه، وهذا الصيف هذا يعني من شهر 7 لدابا قالت لك ما بغاتش انها تحيد من داك النظام اللي هي غادي عليه من الاول تاع العام في التوفير، لانه الوليدات ديالها قالت لك كيبزوا عليها انها تمشي تديهم بحال هكا البارك ولا تخرجهم لشي بلاصه ياكلوا فيها، وهي ما بغاتش. علاش؟ لانه دايره داك الهدف خاصه توصل ليه، هي خاصه توصل ليه، خاصه الريال ما تزقلوش. اول حاجه بعد الصيف ماشي ديال التوفير. الصيف انا كنقولها وكنعاودها، عندك شهرين ديال يا اما تكوني يعني ديجا دايره لها واحد التحدي. كنهضرش على السفر كيبقى على حسب الزوج، بالاخص الا كنتي انت ربات بيت، ولكن على انك كتفوجي على راسك في بزاف ديال الحوايج. يعني تسافري كاع لشي مدينه اخرى راه كتجلسي فيها سيمانه 10 ايام 15 يوم كاع الماكسيموم كترجعي في حالتك، ولكن ملي كترجعي لمدينتك راه ضروري كتبغي تخرجي فيها، ضروري كتبغي تفوجي على راسك، ضروري حتى في الاكل كيكون مغير. يعني الاكل تاع الشتوى ماشي هو ديال الصيف، بزاف الحوايج تبغي انك تبردي على راسك بهم. لي برودوي تا هما اللي كتستعملي بحال البندوشات كتولي كتاخديهم بكثره، لي شامبوان كيساليو ليك دغيا. يعني الروتين تاع الصيف لا علاقه مع الروتين تاع الشتوى. هاد الفصل تاع الشتاء راه تقريبا 9 شهور ديالو و3 شهور اللي تاع الصيف. يعني هذيك الوقيته هي فين تستغلي انت الوقت، وفين انك توفري، وفين انك ديري بزاف تاع الحوايج، باش ماشي باش هذاكشي اللي وفرتيه تخسريه في الصيف، لا، ولكن في الصيف ما كيبقاش داكشي بنفس الطريقه. يعني داك التوفير كينقص، ما كيبقاش كيف كنتي كتوفري في الشتاء، لا من ناحيه الاكل ولا من ناحيه داكشي اللي كتكونسومي على راسك ولا من ناحيه كلشي. هذا راه التوفير ماشي الادخار. اما الادخار راه كل شهر كتهزيه، هذا كتهزيه سواء من مصروف الاكل ولا من شي مصروف عندك انت شخصي ولا اللي كان، راه هذاك كتهزيه من الاول، هذا كيتسمى الادخار. التوفير بني كتكوني انت كتقداي كتوفري واحد الحاجه من هنا، كتنقصي واحد الحاجه من هنا اخرى، حتى هي راه توفير. هذاك فهمتي؟ هذا هو التوفير، راه ماشي نفس المعنى. ولكن ملي كتوصل الوقيته ديال انك كتبغي داك التوفير اللي انت كتوفريه تبقاي ديما دايره وديما كتكبريه على حساب راسك، هنا راه ما كيبقاش توفير، هنا كيولي حرمان وتقشف. وحنا ماشي هادشي اللي بغينا، حنا بغينا نعيشوا بتوازن. يعني ما تحرميش راسك وفي نفس الوقت ما تدفقيش تاني بلا قياس وتولي في التبذير. يعني وليداتك بغاو يخرجوا، بغاو يطلبوا منك انك تديهم لشي بلاصه ولا هذا ماشي فيها باس، راه حتى هما راه مساكن، يعني هذا هو المتنفس ديالهم. هذا الصيف هو اللي كيخليهم انهم كيدخلوا تاني بواحد النفسيه اخرى لبدايه العام ملي كتبدا تاني الدراسه. يعني بنادم ما يكونش تاني جامع راسو بلا قياس. داك الهدف اللي انت بغيتي انك توصلي ليه راه توصلي ليه باذن الله. يعني هاد الشهرين ما غاديش ما يكونش واحد الحاجز ما بينك وبين هذاك الهدف. يعني حتى الا تعطلت عليه واحد شويه ماشي مشكل، ممكن هادشي تعوضيه من بعد. يعني منين يبدا العام ان شاء الله وتبدا عاوتاني الاستقرار، حيت دابا في الصفر ما كنكونوش مستقرين لا في الناس ولا في الفياق ولا في الفطور ولا في الغداء ولا في العشاء. يعني كلشي كيكون عندك مخربق، فحتى التوفير خربقي معاه شويه ماشي مشكل. علاش كنقول لك هكا؟ حيت التوفير مين كتولي غاديه به بهذه الطريقه هذه، يعني بهذا الزيار هذا، كتزيري على راسك وكتقشفي على راسك وكتحرمي راسك من بزاف د الحوايج، كوني على يقين انه غادي تفوتي عام عامين غادي غتملي وغادي يا اما غترجعي بكثره اكثر من داكشي اللي كنتي انت كتبدري فيه، يا اما غتولي يعني واحد الانسان اللي بخيله بزاف، واي حاجه درتيها ما غتبانش عليك، حيت البخيل كيكون باينه فيه، ما كيبقاش ساخي بدوك الفلوس انه يخرجهم. وهذا الشيء ماشي في صالحك، ماشي في صالحك وماشي في صالح اي وحده بغات دير بهذه الطريقه هذه. التوفير امتى كتحسي بحلاوته؟ كتحسي به ملي كتكوني انت يعني ما مزيره راسك بحتى شي حاجه، اي حاجه محتاجاها في راسك هو الاول كتلقايها. يعني لي برودوي تاعك اللي كتستعمليهم لوجهك كاينين، وجهك مهليه فيه، يديك مهليه فيهم، شعرك، يعني اي حاجه خصاتك، لا في لي ماسك لا في الشامبوان لا في اي حاجه كتاخديها
كتاخدي اي حاجه خاصك في لي ماسك الطبيعيه، اي حاجه خاصك في حوايجك، يعني ماشي اي حاجه اللي محتاجه واللي ما محتاجاش، يعني داكشي اللي كيكون ضروري ومحتاجاه كيكون عندك بيجامات نتاع الصيف، عندك ديال الشتوى، عندك صنيدلات، عندك صبيبطات نقيين زوينين، سيكان زوينين، يعني كلشي اللي بغيتيه كتلقايه. عندك داكشي التقليدي، جليلبات اللي نتاع المناسبات، قفيطنات، اي مناسبه جاتك كتلقاي كلشي عندك موجود. يعني ما كتمشيش تسلفي من عند شي وحده ولا تشدي من عندها صباط وهادي جلابه وهادي تقشيره وهادي شال، يعني كل شيء عندك في دارك، اي حاجه احتاجيتيها كتلقايها هنا. كتكوني هذاك التوفير يعني كيجيك انه واحد الحاجه اللي ضروريه وفي نفس الوقت مرتاحه معها، ما مقشفاش على راسك نهائيا، عايشه حياتك بكل اريحيه، وفي نفس الوقت كتوفري وكتاخدي شي حوايج اللي عندهم قيمه. كتزيدي مره تشري ذهياب، مره تشري شي حاجه اللي غتساعدك انتي، مره كتهلاي في وليداتك، يعني غاديه مع الحياه مزيانه. يعني راه فرق كبير ما بين هكا ما بين انك تقشفي على راسك ولابسه جلابه على العام كامل وممكن عامين 3 سنين انت ما كتبدليهاش نفسها، اولا كتلبسي واحد الجلابه اللي كتمشي تدي بها ولادك وتجيبيهم من المدرسه ديما هي اللي كاينه، ما عندكش باش تبدلي، ما كاينش كاع عباد الله حفظوك بهذيك الجلابه. وراه هنا تكوني كاع انت كتوفري ومع الجامعه الملاين وما باينينش عليك، راه ما عرفك حتى شي واحد واش كتوفري شي حاجه ولا، حتى الا كنتي كديري شي حاجه خاصها تبان عليك، هادي راه ديما كنقولها لك، خاصها تبان عليك انت الاولى، وما تكونيش عاوتاني كتوفري باش انك تخسري الفلوس في الاخر على شي حاجه اللي ديال شي حد اخر. يعني راسك هو راسك، هو اول واحد، راسك هو اول حاجه، لانه نهار طاحي ولا نهار توقع لك شي حاجه راه ما يعقل عليك حتى شي حد، هاتي ديرها في دماغك وحفريها في دماغك، حفريها ماشي تا هي تديرها كفكره وصافي، لا حفريها في دماغك، لانه نهار كتوقع لك شي حاجه راه قليل الا ما كان تكون واحد 3% ولا 4% اللي يعقل عليك شي واحد فيها من غير راسك، وبالاخص في هذا الزمن اللي حنا ولينا فيه. يعني الخلاصه انك تعيشي بتوازن، وفرتي شي حاجه اللي انت تعبتي عليها خبيها، ديري بها واحد الحاجه اللي تبان. احتاجوك وليداتك بغاو، يعني الزوج كتشوفي انه مثلا سافر بكم وما بقاوش عنده الفلوس ولا شي حاجه، ولادك بغاو يخرجوا وانت مخبيه واحد التوفير، يعني مخبيه الفلوس اللي قلتي على طول العام، ولكن بغيتي انك تبقاي غاديه بنفس الريتم، ماشي مشكل، يعني داك التوفير اللي انت غتوفريه هذا الشهر ماشي مشكل الا خسرتي على ولادك عادي، وغير يسالي هذا الشهر غادي يبدا ثاني شهر 9 وغتبداي عاوتاني نفس الروتين تاع العام كامل. كنتي غتكوني داخله بواحد النفسيه جديده، داخله بواحد انك راه داك الستريس كامل اللي كنتي دوزاه العام كامل وراه خويتيه في هذا الصيف، يعني خرجتي فوجتي على راسك، خديتي واحد الطاقه اخرى وغتبداي ثاني بدايه اخرى. يعني ماشي مشكل هذا التوفير ما درتيش في هاد الشهرين هادي، راه ما غادي ينقص منك والو، شحال نقولوا كاع كتوفري في الشهر، نقولوا مثلا 300 400 درهم 500 درهم كاع ماشي مشكل، غادي تعوضيها من بعد، ولكن ما تبقايش مقجره على راسك وعلى ولادك حتى هما، بالاخص الا كانوا ما سافروش، حيت حنا يعني الحياه بغينا اننا ناخذوها من الوسط، ما نزيروا على راسنا، ما نبدروا، نمشيو بالوسطيه وبالتوازن، حيت التوازن هو اللي كيخليك تعيشي حياتك مرتاحه، ما حرمه راسك ما حرمه ولادك، حيت الوليدات الصغار راه الاغلبيه كيتفكروا داكشي اللي عاشوه في صغرهم، والله العظيم راه حنا كاملين داكشي اللي عشنا في صغرنا واللي كيبقى لك في الذاكره تاعك، كيبقى انه راه الصيف ملي كيجي كيسافروا بك والديك، كتخرجي كيتقداو لك داكشي اللي خاصك، وعاد كنا كندوزو الصيف يعني كله خروج، من غير انك كتسافري كتجي وتعاوتاني تمشي عند العائله والعائله يجيو لعندك ونجلسوا غير 3 ايام و4 ايام وسيمانه، يعني كانت الوقت في شكل. دابا لا، دابا الاغلبيه كلشي ساد عليه دارو، حتى الا مشيتي كاع عند شي حد كتمشي نهار ما كتفوتيش، الا بدتي ما تقوليها لحد، وحتى هما الا جاو كذلك، يعني الاغلبيه هادشي اللي ولا، ما بقاتش هذيك الوقت كي كانت حنا في اياماتنا. يعني هاد الوليدات ما يمكنش انت ما تسافري بهم، ما تخرجيهم، لا يمشيو عند عائله، لا يمشيو للسفر، لا يخرجوا حتى في مدينتهم، فراه ما يمكنش، ضروري خاصك تفوجي عليهم باش حتى هما كيحسوا بواحد التغيير، ماشي نفس الروتين اللي يمشيو عليه العام كامل يبقاو فيه حتى في الصيف، فراه ما يمكنش، غادي يقنطوا وغادي يدخلوا بواحد النفسيه ماشي هي هذيك الدراسه ديالو. هادشي علاش ما خاصكش تزيري عليهم حتى انت، يعني حتى انتيا ديري الماء منين يدوز وتلقيتيك في هاد الشهرين ديري بحال ما وقع والو اصلا، بقى شهر يعني شهر 8 ديري بحال ما كاينش كاع،
ومنين ندخل الشتوى راه عوضيهم في بزاف تاع الحوايج. عطا الله فاش تعوضيهم. نتمنى الموضوع ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. السلام عليكم.